قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. على المسرح حبيبة واقفة قدامه والبنات واقفين وراه، وورد كانت قاعدة هي والطلبة كلهم ومستنيينها تبدأ. وأول ما حبيبة بدأت الكل كان مبهور من شكلها وصوتها، وعلي أول ما شافها قلبه اتخطف وبقى في دنيا تانية ومستمع ولا شايف غيرها. وورد كانت فرحانة بيها قوي هي ويوسف، والعرض خلص والكل بدأ يسقف لحبيبة بحب. بعد ما الكل خرج وبدأوا يباركوا لحبيبة، وورد كانت واقفة بعيد بتبص عليها، وأول ما حبيبة شافتها طلعت تجري عليها وقعدت تحضنها. كنتي حلوة قوي بجد، شكرا يا ورد. بس يا بت أنا معملتش حاجة. يوسف جه مع أبوك ورد الحبيبة وخدها في حضنه. ورد ايه ده؟ يوسف ما كانش واخد باله منها. ايه ده انتوا تعرفوا بعض؟ ايه ده انت تعرفي اخويا منين؟ اخوكي؟ لا مستحيل، بجد اخوكي؟ وفجأة سمر جاب بسرعة. ورد لو سمحتي ساعديني، نوران ما عرفتش تيجي، انا عايزاكي معايا. وشدت ورد من وسطها. سلام يا حبيبة اشوفك بعدين. ماشي يا روحي باي. تعرفي ورد منين؟ في البروفا. سمر شكلك حلو قوي النهار، عايزة توقعي مين في حب؟ بصراحة لا هقولك بعدين. كده ماشي، يلا خدي الدب ده. دب؟ ايه مش بتحبيه؟ خلاص خدي انتي الارنب بتاعي وانا هلبس الدب. ووردة خدته منها بسرعة. لا ده انا بحب. طيب يلا غيري هدومك وتعالي الملعب علشان نشجع. وسابتها وخرج. ووردة خدت بقية اللبس، وهي جاية تخرج لقت عمر داخل. ايه ده انت هنا؟ طب انت كويس؟ نمت حلو امبارح؟ فاكر البنت اللي قلتلك عليها امبارح؟ البنت اللي شبهي دي. عمر ما كانش بيرد عليها. عمر انت كويس؟ طب في حاجة حصلت؟ هو في ايه؟ قلتلي انك هتشوف فيلم معايا النهاردة، وهشوف فيلم معاكي ليه؟ بطلي تتخيلي، انا كنت بعاملك حلو علشان كنتي صعبانة عليا. ورد بدموع. ليه بصعب عليك ليه؟ عشان انت عارف سري، ولا علشان كنت بترجاك ما تقولش لحد؟ بالظبط، فهمت دلوقتي انت ليه اهتميت بيا وقلتلي اني جميلة زي ما انا. هو انت بتهتم بقطة من قطط الشارع علشان اصعب عليك؟ بس الموضوع بقى تقيل على قلبي ورخم قوي، وانا تعبت وما بقتش عايز. يعني انا ماليش دعوة بيكي من دلوقتي، علشان كده امشي. ما كنتش اعرف ان انت كمان فضول. ما طلبتش منك تاخد بالك مني، وما طلبتش منك تهتم بيا، وخلاص مش هقرب منك من دلوقتي، ومش هضايقك، بس يا ريت ما صعبش عليك تاني. وسابته ومشيت وهي منهارة من العياط. وفي الوقت ده يوسف كان واقف على الباب بره. انتي غبية يا ورد، سيبتيه يسرق قلبك بسهولة. بني آدمة غبية، ما صدقتي حسيتي بحب من ناحية حد. ما كانش ينفع اسيب الدنيا تسرقني كده، ما كانش ينفع احلم بحاجة مستحيل تقبليه. كان مجرد حلم ملوش اي معنى. انا بجد غبية. عمر في الوقت ده كان قاعد وبيفتكر الكلام اللي كان بينه هو ويوسف. ما تستغلهاش بسبب اللي بينه. طب ولو كنت ما بستغلهاش، يعني انت معجب بيها فعلا؟ ليه خايف اسرقها منك؟ انا عارف انك فاكر ان فريد مات بسبب. لا ده مش تفكير، انا متأكد ان انت سبب، وهتفضل لحد امتى متضايق مني؟ لحد ما تموت وتقابل فريد. فهم. وجه علشان يمشي يوسف. هي صحيح وردة عارفة انك قتلت صاحبك؟ طب متخيل ممكن تعمل ايه لو عرفت؟ خليك فاكر انك قتلت فريد، وما تستحقش حتى انك تفرح لحظة. انت ايه؟ عمر فاق من تفكيره والدموع مالية عينيه. في الملعب الكل اتجمع، وفريق يوسف نزل قدام فريق عمر، والبنات والكل بدأوا يشجعوا. وورد كانت طبعا لابسة الدبدوب، ومحدش شايف انها منهارة من العياط. في الاول كان فريق يوسف هو اللي كسبان، بس في الاخر فريق عمر بدأ يجيب اهداف كتير وهما اللي كسبوا. وبعد ما الماتش خلص عمر راح ليوسف. زي ما قلت اللي حصل كله كان بسبب انا الغلطان الوحيد، علشان كده خرج عصبيتك عليا زي ما انت عايز. انا هبل بأي حاجة، بس ملكاش دعوة بورد، خليها بعيد عن اللي بينا. انا مش هبل ان يحصل لها اي حاجة، فاهم؟ وسابوه ومشي. في حفلة المغني بالليل كان الكل قاعد بيسمع الموسيقى، ونوران وسمر كانوا قاعدين وورد جات. ايه رأيكم نسمع من قريب؟ بصراحة انا تعبانة قوي، وكنت ما تقوليش انك عايزة تمشي. الحفلة هتبدأ دلوقتي. مفكرة نفسك هتمشي كده يعني؟ مش هتتحركي خطوة من هنا. خليكي هنمشي سوا بعد الحفل. وخدوا ورد وقعدوا قدام.
الأغنية اللي جاية مش معروفة أوي بس هي للفنان فريد الراح، واللي كنت من أكبر المعجبين بيه، وبدأ يغني نوران وهي متضايقة. هو ليه غنى الأغنية دي بالذات؟ يوسف وعمر هيتخانقوا تاني ليه؟ هو ايه علاقة فريد بيه؟ كانوا أكتر صحاب قريبين لبعض. هو مقالكيش يا ورد؟ نعم صح، أنا افتكرت إن هما كانوا صحاب أوي. عمر وهو ماشي شاف المغني وسمع الأغنية وحس إن فريد هو اللي بيغني، والدموع ملت عينيه وافتكر يوم موت فريد. ولما فريد فضل يرن عليه وهو ما كانش عايز يرد، وفجأة نزل ولقى انتحر ونط من فوق المبنى. عمر فهم من أفكاره وقعد في الأرض وهو منهار من العياط. في الوقت ده ورد كانت خرجت وسابت البنات وشافت عمر وهو منهار كده. فعمر مالك في ايه؟ انت كويس؟ امشي قلتلك امشي. في الوقت ده يوسف كان واقف بعيد وشايف، ولما ورد مرضيتش تمشي عمر سابها ومشي. بعد ما الحفلة خلصت والكل بدأ يمشي يوسف كان ماشي وكان مع أصحابه، وافتكر لما شاف أخته مع ورد. تعرفي ورد منين؟ بصراحة ساعدتني لما كنت في مشكلة، ومن غير مساعدتها ما كنتش هقدر أطلع أغني، وكمان هي اللي عملت لي الميك اب الحلو ده. شكلي حلو صح؟ وافتكر عمر وهو بيقول له بس ملكش دعوة بورد، ابعدها عن اللي بينا، أنا مش هبل إن أي حد يأذيها. يوسف فهم من تفكير، مالك بتفكر في ورد؟ أنا ما جاتش في بالي خالص. أمال مال؟ أنا متضايق ومش عارف ليه. وسابهم ومشي. ورد وهي ماشية ومروحة البيت، يعني اللي مات كان صاحبه؟ طب هو كان فيه ايه؟ كان تعبان يعني؟ طب هو مال؟ ممكن يكون فيه ايه دلوقتي؟ وبعد ما طلعت الأوضة بتاعتها نامت على السرير بتاعها. على أي حال الموضوع ما يخصنيش. لطفي دخل الأوضة علشان يحط الهدوم. نمتي يا ورد؟ لا. طب قومي استحمي قبل ما تنامي حتى لو تعبان. وسابها وخرج. حاضر، على الأقل لازم أشيل اللي على وشي قبل ما انام. وهي عايمة تاخد الهدوم، الجاكيت بتاع عمر وقع على الأرض، وهي بتجيبه شافت عليه طبعة غريبة. هو أنا شفت فين الطبعة دي قبل كده؟ وافتكرت يوم ما كانت هتنط من على السطح ولما شخص جه والحقها وكان على هدومه نفس الطبع، وفهمت وقتها إنه كان عمر، يعني الشخص ده هو عمر. وخدت الجاكيت وطلعت تجري على المبنى اللي كانت هترمي نفسها من عليه، وطلعت فوق السطح بس ملقتهوش، ووقفت وهي عمالة تعيط. وبعد لحظة سمعت صوت عياط وراحت عند الصوت ولقت عمر قاعد في الأرض ومنهار من العياط. وردة قعدت على الأرض جنب وخدته في حضنها وفضلت تطبطب عليه. ورد بس أنا جنب. وكانوا هما الاتنين منهارين من العياط. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.